السلام عليكم. هل يعقل ان انا ادفع 746 جنيه 746 جنيه ادفعهم النهارده في ايه؟ 4 فرخات وكيلو بانيه؟ هل يعقل؟ يعني دي حياه هنعيشها ازاي؟ الفرخه كيلو ونص، يعني يا ريتها فرخه، ده فرخه كيلو ونص، يعني تكفي 4 افراد بالعافيه. شايفين اصلا الدبوسه بتاعت الفرخه قد ايه؟ ما فيهاش اصلا، دي تتقطع 4/4، اقصى حاجه 4/4، فيش اصغر حاجه هي في الفراخ، بعدها بقى اللي هي الصغيره بتاعت الشوي. هل يعقل ان احنا ندفع 750 جنيه في 4 ايام والبانيه ده يوم؟ قول البانيه ده ممكن لو 4 افراد ياكلوا في اليوم نص كيلو هنقتصد وهناكل نص كيلو في اليوم، الاربع افراد يعني 5 ايام كده 6 ايام 750 جنيه لحوم فراخ بس، لحوم بس، البروتين بس، لسه بقى ما ادراك الحاجات اللي حواليها. طب احنا هنوصل لحد فين تاني؟ طب احنا هنعمل ايه تاني؟ هي المسألة مش مسألة انا ممكن ما ناكلش فراخ، هي الكارثة ان البروتين هو اللي بيبني الجسم، يعني محتاجينه. بلاش احنا ككبار، الاطفال الصغيرين ولادنا اللي لسه عندهم اطفال جسمهم هيتبني من ايه؟ جسم ولادنا هيتبني من ايه؟ حد عامل عملية، حد عنده جرح، حد عنده مشكلة صحية، بقول له كل بروتين كتير عشان جرحك يخف بسرعة، كل بروتين كتير لو طالع من عملية. ياكل بروتين من ايه؟ الاطفال دول جسمهم هيتبني ازاي؟ عظمهم هيتبني ازاي؟ البروتين ده من اساس بناء الجسم، وبيدخل في المناعة، في تقوية المناعة للاطفال كتير جدا، بيقوي المناعة عند الأطفال البروتين. طب كده احنا هنعاني من أمراض مناعة كتيرة جدا لما نقلل البروتين على أولادنا علشان مش لاقيين نجيب. يعني أنا اديني دفعة 750 جنيه، مرتبي ومرتب جوزي فيه كام؟ 750 جنيه. الدخل بتاعنا اللي بيجي في الشهر فيه كام؟ 750 جنيه. إن كان دخلي ودخل جوزي ودخل ابني، هنقول بقى الأسرة كلها بقى تدفع في الأكل، في كام؟ 750 جنيه ان انا اجيبها 4 فراخ وكيلو بانيه، في كام؟ 750 جنيه. يبقى هنقول ايه؟ هنقول مش هناكل؟ لا، ما هي دي مش حاجه ترفيهيه وحاجه احنا بنرفه على نفسنا، دي اساسيات علشان جسمنا اللي بيتبني. احنا الاجيال اللي طالعه هتطلع ضعيفه، بنيانها ضعيف وجسمها ضعيف، وهتعاني من امراض المناعه، وما ادراكم امراض المناعه. ربنا يكفي اولادكم كلكم شر الامراض دي، يكفيهم شرهم ويحفظها. طب هنعمل ايه يا جماعه؟ ده اكل وشرب، احنا مش بنتكلم في حاجه ترفيه، احنا خلاص ما عادش في ترفيه، خلاص ما عادش حد بيفكر في اي ترفيه، احنا الاساسيات، والبروتين من الاساسيات. طب اللي كان بياكل مره في الاسبوع دخله يسمح بكده، في ناس ما بتشوفش الفراخ واللحمه دي قبل وهي رخيصه غير مرتين في الاسبوع. الناس مش مدركه مرتين في الاسبوع. ما تقارنوش بالناس وتقولوا ما بتاع الفراخ زحمه وبتاع اللحمه زحمه، دي فئات قليله قوي هي اللي بتعمل كده. كانت الناس بتاكل مرتين بس، دلوقتي هياكلوا مره، بعد كده مش هياكلوا ولا مره. جسمهم هيطلع عامل ازاي؟ الامراض هتملاهم ازاي؟ لازم يبقى في وقفه. يقولوا لك تعالوا نعمل تدبير المنزل، تدبير الاكل، ندبر ازاي؟ تتدبر ازاي دي؟ قولوا لي تتدبر ازاي دي؟ قولوا لي. موظف مرتبه على قده، حد طالع على المعاش، حد بيشتغل، حتى لو وظيفه ايه، هتكفي ازاي؟ الرز ده اللي طلع في السماء، احنا واصلين لحد فين؟ احنا رايحين فين؟ احنا محتاجين المسؤولين يبصوا لنا نظره من المسؤولين، ما يبقاش داخلنا ثابت والحاجه عماله تولع حوالينا كده، مفيش اكل ولا شرب، وكده مفيش صحه، وكده مفيش مناعه، وكده مفيش حاجه خالص. يعني شعبنا ده، الشعب المصري كمان، الاجيال الصغيره دي لما يبقوا شباب انسى بقى، لا هتلاقي جنود ولا هتلاقي ضباط ولا هتلاقي ناس اقوياء.
غير الناس الاثرياء بقى اللي هم ما شاء الله هيورثوا بعض بقى الحاجات دي. وبعدين يا جماعه، وبعدين ولحد امتى؟ مين هيبص لنا في اللي احنا فيه ده؟ مين حاسس بينا وساكت؟ مين حاسس بينا وممكن يتكلم؟ كنت اتمنى على القناه التانية اعمل لكم فيديو ازاي ندبر، بس ادبر ايه؟ هطلع اضحك عليكم ولا اضحك على نفسي؟ دبري واقتصدي واعملي من ايه؟ ادبر ازاي؟ الموضوع خرج عن ايدينا، الموضوع خرج عن السيطره، الموضوع خرج عن ان احنا نتحكم في نفسنا. مفيش تحكم. لما انا 750 جنيه هيكفوني 5 ايام، قولوا لو الكيلو البانيه ده انا قسمته على 2، احنا 4 افراد، حلو، نص كيلو رضا قوي ناكله في اليوم. يعني 5 ايام الفراخ بس، البروتين بس، واللي حواليه بقى يعني قسموا ال 750 دي على 5 ايام. شوفوا اليوم هيعمل بكام فراخ بس. لسه بقى اللي حوالين الفراخ بقى، احنا مش هناكلها كده بس. انا جبت دلوقتي، بعدها مش هعرف اجيب. انا اهو اشتريت اهو دلوقتي الفراخ، شويه مش هعرف اشتري. 5 ايام انا 750 جنيه مدفوعه، بعد 5 ايام عايزه 750 جنيه تاني. يرضي مين ده؟ يرضي مين ده؟ يرضي مين ده؟ اعتقد ده ما يرضيش اي حد. وما تقولوش المحلات مليانه، وما تقولوا لا الناس تعبانه، لا الناس مش لاقيه، لا الموضوع زاد عن الحد. مش فتره وهتعدي، مفيش حاجه هترخص. هنحلها ازاي وهنعملها ازاي؟ ربنا ما بينساش حد، واول ما بنصحى بنحمد ربنا ونشكر ربنا ونقول يا رب ابعد عننا الامراض. لكن الموضوع لا يعقل، فعلا الموضوع لا يعقل. انشروا الفيديو ده، يمكن حد يشوف اللي احنا فيه ده والمهزله اللي احنا فيها دي. رمضان داخل وولادنا كلهم بيصوموا، الولاد يصوموا طول اليوم وجسمهم خلاص مش قادر، عايزين لما يفطروا لازم ياكلوا بروتين. هنجيب لهم بروتين ازاي؟ هنأكلهم كل يوم بروتين ازاي؟ بلاش كل يوم، 4 ايام في الاسبوع، 5 ايام من ال7. منين؟ منين برضو؟ انشروا الفيديو عشان يمكن يحصل اي تغيير. السلام عليكم.